بالرغم من حلاوة النتيجة المفضلة والمحببة لكل جماهير النادي الأهلي، الفوز على شباب بلوزداد في بطولة دوري أبطال أفريقيا 6-1 بيرجعنا 22 23 سنة فاتوا. بعد ما الأهلي فاز على الزمالك بالنتيجة التاريخية 6-1 بيبو وبشير بيبو جون. بالرغم من النتيجة الحلوة قوي اللي حصلت النهاردة، بالرغم من تربع النادي الأهلي على صدارة المجموعة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقط، وبالرغم من الاهداف الجميله اللي سجلها اسامه ابو علي وامام عاشور وحسين الشحات، والبقيه تاتي بيرستاو، كل ده كوم. واللقطه اللي حصلت بعد الماتش كوم تاني. بصوا يا جماعه، بمنتهى البساطه والسلاسه والليونه وكل حاجه، جمهور الاهلي هو رقم واحد وسيبقى رقم واحد الى ان يشاء الله، لحد ما الكره تنتهي، لحد ما في يوم من الايام كده نصحى كلنا نلاقي ان مفيش حاجه اسمها كره قدم، ولا في مصر ولا بره مصر. هيبقى لحد الوقت ده جمهور النادي الاهلي هو سيدكو وتاج راسكو واحد واحد، عمل كبيركو وصغيركو، عمل الكبير والصغير فيكو، عمل اللعيب واللي مش لعيب فيكو، عملكم كلكم، من اول كابتن صالح سليم رحمه الله عليه الى اصغر لعيب واصغر حد في النادي الاهلي. جمهور الاهلي هو اللي عمله. بعد الماتش اللي حصل كالاتي: ان جمهور الاهلي غالبا كان بيندع على لعيبه النادي الاهلي. محمد الشناوي كابتن الفرقه بيقول للعيبه يلا يا جماعه نروح عشان نحيي الجمهور، عيب بيندعوا علينا. وقيس بينا نفاجأ جميعا كلنا. لا واحد كده من بعيد: شناوي لا مش هروح. ما بين قوسين لعيب في النادي الاهلي اسمه محمود عبد المنعم كهربا: احنا اللي عاملين لك سعر، جمهور الاهلي هو اللي عمل لك سعر انت وامثالك، من انصاف لعيبه الكوره، من ارباع لعيبه الكوره. انت تمن لعيب كوره، انت مش لعيب كوره. كرويا انت ابيض زي الفرقه اللي انت جاي منها كده. ما تعرفش حاجه عن الكوره، والله العظيم ما تعرف حاجه عن الكوره. انت ربع، انت تمن لعيب كوره. جمهور الاهلي اللي عامل لك سعر واللي عامل لك قيمه في الوسط الكروي، مش عايز تروح له. الناس اللي بتدفع من مال بيتها ونقوت عيالها وجايين في عز البرد وي 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 جايين عشان يشجعوك او يتفرجوا عليك او انت بعد الماتش عايز تروح لهم عشان بس بيهاجموك، وانت تستحق الهجوم ده اكتر واكتر واكتر بكتير. والمصيبه ما كانتش بس في محمود كهربا، المصيبه كمان في مدير الكره في الاهلي كابتن محمد رمضان. بيقول لمحمد الشناوي كابتن الفرقه: لا يلا جوه، يلا كله جوه. لا يا شناوي خش كله جوه. ايه ده في ايه؟ جمهور الاهلي هو رقم واحد. مفيش لعيب في النادي الاهلي مهما كان هو مين يتكبر على جمهور الاهلي اللي عمله واللي عمل اللي قبله واللي هيعمل اللي بعده. احنا رقم واحد. احنا اللي بندفع فلوس وبنروح الاستاد، احنا اللي بنشوف مشاكل في الاستاد، احنا اللي بنشوف تعب في الاستاد واحنا رايحين الاستاد واحنا راجعين من الاستاد. احنا انت بتاخد فلوسك مننا، انت اسمك معمول عشان احنا اللي عملناه. ركز وصحصح. كابتن محمود الخطيب للمرة المليون: لو سمحت محتاجين موقف حازم، موقف قوي مع اشباه وارباع اللعيبة اللي موجودة في الملعب. محتاجين موقف قوي مع مدير كرة قوي، مش كل شوية يقول لي مليون جنيه و2 مليون جنيه وكل يوم بيحصل مشاكل في الفرقة. محتاجين لمة للفرقة، محتاجين الناس تحب بعض، محتاجين الناس تخاف منك، محتاجين الناس تعمل لك حساب. كده مش هينفع. احنا المفروض النهارده كنا طالعين نتكلم على الماتش واللي عمله الاهلي من اداء جميل الشوط الثاني ونتيجه جميله جدا 6-1. اشباه وارباع وانصاف لعيبه زي دول بيبوظوا الفرحه علينا، اذا كانت فرحه يعني. واحنا مش هنعتبرها مصالحه، لان المصالحه بالنسبه لي مش بماتش واحد تكسب 6 وتكسب 7، لا. المصالحه بالنسبه لي انك تاخد بطوله واثنين وثلاثه وتعمل موسم كويس بدل ما انت عمال تخسر بطولات في الموسم. اللي بيحصل ده يا كابتن محمود مش هينفع، كابتن محمود الخطيب مش هينفع. ارجوك تتدخل بسرعه جدا. الفرقه منفرطه، الفرقه متفرطه اداريا، ابيض مش شايفين حاجه. جبت كابتن سيد عبد الحفيظ، قعد فتره كبيره وعمل انضباط اداري والناس كانت ماشيه على الالف. كان في غلطات والناس كانت بتعاقب. جبت بعدها خالد بيبو، عمل موسم ما اقدرش اقول كويس ما اقدرش اقول وحش، عادي.
كابتن محمد رمضان، ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل في الفرقه يا جماعه؟ الفوز 6-1 يا ريت ما يكونش ماتش وخلاص، والفرقه الفتره اللي جايه تلعب وتأدي اداء رجولي، عشان عندنا دوري محتاجين نركز فيه، وعندنا دوري ابطال افريقيا محتاجين نركز فيه، وعندنا كل البطولات اللي المفروض جايه محتاجين نركز فيها. سلام عليكم.